أهلا بيكم. فيديو النهارده مهم جدا هتكلم فيه عن التبول اللا إرادي في الأطفال. الطفل اللي بيعمل حمام على نفسه وهو نايم بتبقى مشكلة، بتضايق نفسيا الطفل نفسه، بتضايق الأهل، بتبقى عاملة مشكلة في البيت. الفكرة معانا إن إحنا بنشوف الأول بس الطفل لما يكون الأم تشتكي من التبول اللا إرادي، الطفل ده سنه قد إيه؟ تمام؟ وهل بيعمل على نفسه بالليل ولا بالليل وبالنهار؟ بالليل بس ولا بالليل وبالنهار؟ طيب الطفل دوت لو سنه فوق ال3 سنين وبيعمل على نفسه بالليل وبالنهار، ده بيحتاج عرض على حد مسالك. تمام؟ يبقى فوق ال3 سنين وبيعمل على نفسه بالليل وبالنهار. تمام؟ الطفل المفروض ابدا ادور عليه واشوف هو ما بيعمل حمام على نفسه، وابدا محتاج ان انا اعالجه. لو بيعمل على نفسه ووصل سن ال5 سنين، بيعمل على نفسه بالليل بس ووصل لسن ال5 سنين، ساعتها ان هو بيحتاج ان احنا نتدخل، نعمل له شويه تحليل نشوف المشكله في ايه. بيعمل ليل ونهار ووصل 3 سنين، بيتعرض على مسالك. بيعمل بالليل بس، بيشوف دكتور الاطفال، في شويه تحاليل بنعملها هشرحها دلوقتي، وبعد كده نشوف احنا بنشتغل على اساسه ازاي. طيب الطفل وصل 5 سنين، في تبول اسمه لا إرادي، تبول لا إرادي الأولي، وفي الثانوي، البرايمري والسكندري. البرايمري اللي هو الطفل ما اتحكمش من الأول. يعني إيه ما اتحكمش من الأول؟ يعني هو بيعمل على نفسه على طول وما وصلش لفترة إن هو اتحكم في البول لمدة ما تقلش عن 6 شهور، يعني ما وصلش إن هو جه 6 شهور كاملين قاعد ما بيعملش على نفسه، بعد كده رجع يعمل. طيب من الأول ما بيعملش، بيعمل على نفسه، ده كده اسمه الأولي، وده ليه أسبابه. ممكن يكون اللي هو النمو نفسه متاخر، اللي هو الماتيوريشن، اللي هو النضج بتاعه في المرحله ديت، في الحاجه ديت متاخر، ان هو ما بيعملش خلاص، ودي هتروح مع الوقت ما فيهاش مشكله. او يكون الولد عنده مشكله منتال، في مشكله في المخ عنده فمأثره على الموضوع دوت، او يكون عنده مشكله في العمود الفقري نفسه، وديت بتبان بالكشف. يبقى يا اما المشكله في العمود الفقري، يا اما في المخ نفسه، يا اما التاخر الطبيعي اللي هو ما فيهوش مشكله. تمام؟ طيب ده البرايمري. طيب الولد يبني يتحكم مده ما تقلش عن 6 شهور وراجع يعمل على نفسه، لا دي ليها اسباب. ما بيبقاش بقى المشكله لا في المخ ولا الكلام ده، بيبقى ليها اسباب. بندور على ايه؟ في المشاكل النفسيه. في الطفل مثلا جاله اخ جديد متضايق، حاسس بغيره، كلام من ده. الطفل وده ممكن يظهر في حاجات كتير، يعمل على نفسه، يبدا يتهته في الكلام، يبدا يبقى عصبي، يبدا يبقى عنيف، حاجات من دي. تمام؟ طيب او الطفل مثلا حد بيضربه في الحضانه، الطفل فيه خايف من مدرس او مدرسه عنده، الطفل اي حاجه نفسيه تاثر عليه ممكن تاثر وتبان بالموضوع دوت. تمام؟ طيب غير كده بقى، طيب ما الولد كويس، مفيش اي مشاكل نفسيه، الدنيا تمام، محدش بيعامله بطريقه مش كويسه، كلام من ده، في حضانه حد زميله بتاع، نبدا ندور على اليو تي اي، نعمل تحليل البول، بنشوف هل في املاح عاليه بتخلي الولد يعمل الحمام ويخش يدخل كتير ولا مفيش. بنشوف هل في صديد في التحليل ولا مفيش. لو في صديد او في املاح دي بتحتاج ان هي تتعالج. طيب مفيش الكلام ده، بندور على اسباب حاجه اسمها البوليوريا. ايه هي البوليوريا؟ البوليوريا دي اسباب بتخلي الطفل يعمل كميه بول كتير. تمام؟ زي السكر مثلا، بنحلل السكر، زي حاجه اسمها الدايبيتس انسيبيدس، ان هو الاسموزيه بتاعت البول تبقى قليله، الطفل دوت بيعمل ميه كتير جدا. الكالسيوم لو عالي في الجسم بيخلي الطفل يعمل بول كتير. لو في مشاكل في الكلى بنعمل وظائف كلى. في حاجه اسمها سايكوجينيك، ان الطفل بيشرب ميه كتير فبيبدا ان هو يعمل حمام كتير، بيشرب ميه كتير بطريقه زياده. تمام؟ فاحنا بنعمل تحليل الحاجات ديت، يعني بنعمل تحليل السكر، بنعمل حاجه اسمها تحليل بول مع اسموزيه بول، بنعمل كالسيوم كلي ومتأين، بنعمل وظائف كلى. ما لقيناش حاجه من الحاجات ديت، الدنيا كويسه، بنبدا ان احنا ندي العلاج بتاعنا اللي هو علاج التبول اللا ارادي، بس نطمن الاول ان مفيش اي مشكله من المشاكل ديت. طيب العلاج بيبقى عباره عن ايه؟ الاول الطفل يكون جاب ال5 سنين، لقيت املاح في البول هعالجها، لقيت والاملاح 3 انواع وكل نوع بعلاج شكل، ممكن ابقى اعمل عنها فيديو لوحدها. 3 انواع اللي هو املاح اليوريا، املاح الاوكسالات، املاح الفوسفات، وكل نوع ليه طريقه علاج. طيب مفيش املاح، في صديد ولا مفيش صديد. طيب يبقى الدنيا كده تمام في البول، ابدا ان انا اعالج. طيب اعالج ازاي؟ رقم 1 للموضوع دوت ماده اسمه بريسين، اللي هو المينرين او الاوميجا بريس. خلاص؟ دي ماده بتبقى شبه الانتي ديوريتيك هرمون الطبيعي بس مصنع. تمام؟ اللي هو الهرمون اللي بيمنع التبول نفسه. خلاص؟ بتتاخد للطفل بحيث ان هو دي رقم 1 دلوقتي، بس هي مشكلتها كلها ان هي سعرها غالي. خلاص؟ طيب بنديها للطفل قبل النوم بساعه، بياخد حبايه واحده، بنبدا بتركيز اللي هو ال1 من 10. الطفل استجاب تمام، ما استجابش بنعلى لتركيز ال2 من 10. خلاص؟ كان في زمان بالمايكرو بس دي مش موجوده دلوقتي، اللي هي 60 و120 و240، فاحنا بندي ال1 من 10 وبعد كده بندي لو ما ارتاحش ندي ال2 من 10. طيب الطفل استجاب، بنخلي الدواء مكمل معايا،
ويكمل معايا على الاقل شهرين. تمام. طيب بعد الشهرين ببدا ان انا اسحب الدواء دوت، ما بيوقفش مره واحده. طيب بيتاخد ازاي؟ بيقف ازاي؟ بيقف يوم ويوم لا لمده 3 اسابيع. بعد ال3 اسابيع يوم ويومين لا لمده 3 اسابيع. بعد كده ببدا ان انا اوقف. بس في الغالب بكون مدي معاه دواء تاني يساعد زي اليوريبان مثلا، وده بيزود الكباسيتي بتاعت البلادر، الكميه اللي تقدر المثانه ان هي تشيلها، اللي هو اليوريبان بيتاخد مثلا 5 سم قبل النوم بساعه برضه. يبقى بدي المينيرين، بدي اليوريبان. في مواد تانيه بنعالج بيها زي التوفرانيل مثلا، دي حاجات بيبقى ليها اثار جانبيه شويه لو الجرعه عاليه من الاهل او حاجه، فما مش بنحب نشتغل بيها دلوقتي قوي. فهو رقم 1 الديسموبريسين. التوفرانيل والحاجات دي ساعات لو الجرعه عاليه بيبقى ليها اثار ان الولد بيجيله يشوف تهيؤات ويجيله ميول انتحاريه وحاجات كده، فلا مش يعني انا نفسي مش بحب اشتغل بيها. كان زمان، دلوقتي لا، شغلنا بالمنرين، شغلنا باليوريبان، الحاجات اللي هي بتبقى امان ما تعمليش مشاكل. الفكره بس كلها في السحب. طيب انا اديت الطفل اهوت والحمد لله الدنيا تمام، وسحبت ووقف خلاص الدنيا تمام. طيب لو جيت في النص واديت الطفل ومفيش استجابه، بضطر ان انا اعلى بالجرعه زي ما قلنا. بدل ما 1 من 10 لا اخليها 2 من 10 امشي عليها. طيب جه الطفل في النص والموضوع ما فيش يعني استجاب شويه ورجع تاني، لا الشهرين بقى اكمل شويه، اطول شويه لحد ما الاقي الدنيا كويس، الطفل بقاله شويه ما بيعملش، بقاله على الاقل مثلا 3 اسابيع شهر، وبعد كده ابدا اسحب الجرعه بتاعتي بالتدريج واحده واحده. طيب مع العلاج بقى في شويه تنبيهات لازم ننبه الاهل عليها، وديت باهميه العلاج. خلاص الطفل دوت ما يشربش ميه ويدخل ينام على طول. خلاص يعني نخلي العشاء بدري شويه، بحيث ان الاكل بيخلي الطفل عايز يشرب ميه. تمام. فما يشربش ما ياكلش وخلاص عايز يشرب اقول لا ما انت تشرب خش نام. انا اخلي الاكل بدري شويه بحيث ان الطفل لما ياكل ويعوز يشرب الميه بتاعته عادي، خلاص قدامه ساعه ساعتين قبل ما يدخل ينام، خلاص كده الدنيا تمام، بحيث لو حتى عايز يشرب حاجه بسيطه. طيب قبل ما يدخل ينام يدخل الحمام على طول، يحاول يعمل على قد ما يقدر. تمام. مامته بعد ما ينام ساعتين 3 تصحيه. طب تصحيه بعد 3 ساعات لقيته عامل بكره تصحيه بدري بعد ساعتين، لقيته عامل بكره تصحيه بدري اكتر بعد ساعه، بحيث كده انا بنبه المخ وبعوده ان هو يصحي الطفل ويخليه يدخل الحمام. تمام. موضوع ان انا اقول للطفل انت عملت على نفسك، او لو عملت الاهل يخوفوه لو عملت هتنضرب، لو عملت مش هنجيب لك حاجه، كلام من ده بيقلب بالعكس وبيخلي الطفل بيعمل على نفسه اكتر. تمام. دلوقتي في طريقه ثانيه اللي شغاله اللي هي طريقه الترغيب مش الترهيب، ان بيتعمل زي سكور كده جنب الطفل، زي جدول جنبه، انت لو عملتش على نفسك الاسبوع ده هجيب لك الحاجه الفلانيه، حاجه يكون نفسه فيها. يبدا النهارده ما عملش نعمل علامه صح او علامه نجمه، والطفل بيحب الموضوع ده. يوم 2 التالت خلاص جبت له هديه ليه، الموضوع ده بيبقى هو عايز ما يعملش عشان هو عايز، يعني مش عشان خايف. الموضوع ما يقلبش بالعكس، لا الموضوع ده بيجي له نتيجه كويسه جدا. فالام ما تقولوش انت عملت ولا يتزعلوا ولا كلام من ده، نشتغل بطريقه الترغيب افضل. ما يشربش ميه قبل ما ينام على طول، يحاول يدخل الحمام ومامته تصحيه في وسط النوم، تحاول تخليه ان هو يعمل. تمام. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. يا ريت اللي عجبه الفيديو يعمل اشتراك او سبسكرايب للقناه، واللي ما يعرفش بنفتح اليوتيوب وبنكتب اسم القناه من هنا، بنكتب افهم طفلك دكتور اسلام عزام، بيطلع لنا اسم القناه بنختارها، بنعمل سبسكرايب للقناه، بنفعل زر الجرس، بنضغط عليه وبنختار اول عشان يوصلنا كل الفيديوهات الجديده. وما ننساش نعمل لايك وشير للفيديوهات. نختار فيديو زي كده، نضغط على لايك من هنا، نضغط على شير ونختار هنشيره على الواتس او الفيس. طيب الفيديو دوت بقى انا حبيت اتكلم عن روشتة